الزمالك يتصدر جدول الدوري الممتاز بالتحكيم. بيراميدز كالعاده مفيش منافسين. الاسماعيلي بيبعت سيراميكا للمركز الرابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي وأعزائي عشاق الكرة مع محترم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن الدوري الممتاز ولعبة الكراسي الموسيقية. الأول بتلاقيه رابع والرابع بتلاقيه أول، ما بين حال وحال ومباراة ومباراة الأمور بتتعدل. الزمالك النهارده بيقدر يكسب المكسب السادس على التوالي، ولازم نحيي الكابتن معتمد جمال اللي كل يوم عن التاني بيثبت إنه رجل المرحلة بالنسبة لجماهير نادي الزمالك. لكن مفيش حد اتكلم على ركلة الجزاء اللي هي في الدقيقة 93 لا غبار عليها، بس خلاص طالما الزملكاويه مبسوطين التحكيم كده بخير بالنسبة لجماهير الزمالك. لكن لازم نقول اخوان قلبنا كل يوم بيثبت انه مكسب كبير لنادي الزمالك. النهارده احرز هدف عالمي رغم ان علي لطفي في الهدفين بيدور على الفراخ، بيصطاد فراخ، بيعمل ايه ما بتعرفش. لكن كمان لازم نشيد بنادي الزمالك النهارده اللي عمل مباراه قويه واطلق رصاصه الرحمه في الدقيقه 84 بعد ما كان اتعادل نادي زد عن طريق رأفت خليل. لكن الزمالك قدر يعود، والزمالك كل يوم عن التاني بيثبت شخصيه مختلفه. بيراميدز بيخلص على غزل المحله بالراحه كده، ملعب غزل المحله سهل مش صعب. مع بيراميدز مفيش حاجه صعبه وقدر ينتصر 3-1 مع الرأفه، ويجي الاسماعيلي ياخد نقطه في موقف كويس او في وقت كويس بالنسبه له ويقضي على امال سيراميكا كليوباترا. يصبح الجدول الزمالك متصدر بالتحكيم برصيد 37 بونت، وراه بيراميدز بنفس الرصيد، والاهلي الثالث وسيراميكا الثالث ب 36 بونت. لكن سيراميكا كليوباترا سابق كل الفرق بمباراه. هنتمنى ان دوره مثيره لسه في مباراه القادمه يوم الاحد القادم، مباراه فض الشراكه ما بين الزمالك وبيراميدز. انتظرونا، هنلاقي كل جديد معانا في الكوره مع محترم، مفيش حاجه هتفوت.